يشهد الملعب الأولمبي بالرباط تقدماً كبيراً في الأشغال، حيث تم الانتهاء من معظم الأعمال الخرسانية، ولم يتبقى سوى بعض التفاصيل الدقيقة في المدرج الثاني بالمنصة الشرفية، وهي مرحلة تتطلب دقة متناهية في التشطيبات لضمان تكامل التصميم مع باقي المدرجات وتحقيق أعلى معايير المتانة والسلامة. بالتوازي مع ذلك، انطلقت أعمال التسقيف في جهة المنصة الشرفية بوتيرة متسارعة، حيث يتم استخدام هيكل معدني متين مما يضمن توزيع الأحمال بشكل متوازن ومقاومة قوية للعوامل الجوية. يعتمد هذا النظام على تكنولوجيا متقدمة تعزز من صلابة السقف وخفة وزنه، مما يسهم في تقليل التأثيرات الهيكلية على المدرجات وتحقيق استدامة طويلة الأمد. في الوقت نفسه، يجري تجهيز أرضية الملعب من خلال عملية دقيقة لضغط وتسوية التربة والرمال استعداداً لتركيب الحلبة المطاطية، وهي خطوة أساسية لضمان سطح متجانس ومرن يلبي أعلى معايير الأداء الرياضي. أما فيما يخص أرضية الملعب، فقد بدأت التحضيرات لزراعة العشب باستخدام نظام حديث يجمع بين العشب الطبيعي والألياف الصناعية، مما يوفر مقاومة أعلى لمختلف العوامل المناخية والاستخدام المكثف، مع ضمان مرونة وسطح لعب مثالي يتوافق مع المعايير الدولية. هذا التطور الكبير في المشروع يعكس مدى التقدم الذي حققه المغرب في قطاع البنية التحتية الرياضية، حيث يتم تنفيذ الأشغال بأيدي كفاءات مغربية أثبتت قدرتها على إنجاز المشاريع الكبرى وفق أعلى المعايير